أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. كلية العلوم بماينفتح تخرج دفعة جديدة من طلابها. المجلس التنفيذي للمرأة يقيم أنشطته للنصف الأول. تكريم المعلمين في الإقليم الأوسط. مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم بشرقي الكونغو الديمقراطي. انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا وأمريكا. وبوتين يشير إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد لن يسفر عن أي نتائج. خرجت كلية العلوم في ماينفتح اليوم 22 من يوليو 242 طالبا بالبكالوريوس، 58% منهم من الإناث في حفل التخرج الذي يقام للمرة 16. وتخرج 81 في الأحياء و46 في الكيمياء و34 في الرياضيات و34 في الإحصاء و23 في الفيزياء وعلوم الأرض وواحد في علم المكتبات والمعلومات وواحد في هندسة علم البحار. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي أن الهدف الرئيسي للعملية التعليمية الحديثة هو تحقيق التوازن الفكري بين المواطنين وتعزيز الوئام الوطني والاستقرار والعدالة والحرية والمساواة بين المواطنين وتنمية القيم، مؤكدا أن الحكومة الإريترية تجعل التعليم الحديث من أولويات المهام الوطنية الرئيسية. وقال عميد كلية العلوم البروفيسور غابرياس غودوم أن الكلية خرجت منذ عام 2008 3647 طالبا، 84% منهم بالماجستير و2785 بالبكالوريوس و778 بالدبلوم. وأضاف البروفيسور غابراي أن سياسة حكومة إريتريا هي التعليم من أجل تنمية مواطن يتحلى بالوعي والريادة والثقة بالذات ومنتج، وشدد على الحاجة لوجود نظام تعليمي بمواصفات عالية وكفاءة المدرسين وتجهيزات تعليمية. وهنأ ممثل الخريجين الجميع الذين أوصلوهم لهذا المستوى، مؤكدا استعدادهم لمكافاتهم بالعمل المضاعف. منحت الشهادات ل8 طلاب تفوقوا في دراساتهم. وتضم كلية العلوم في ماينفتح في هيئة تدريس 15 مدرسا أجنبيا و39 مدرسا مواطنا، ويتابع 35% من أعضائها حاليا دراسات الماجستير والدكتوراه في روسيا والصين والمجر وكينيا وصربيا واليابان. عقد المجلس التنفيذي للمرأة اجتماعا في العاصمة أسمرة يومي 20 و21 من يوليو لتقييم أنشطة النصف الأول ومناقشة برامج النصف الثاني. ودعت رئيسة المرأة السيدة تسفاي ميكيل العضوات للعمل الجاد في تنفيذ البرامج لتعزيز جهود رفع الوعي السياسي للمرأة. وأكدت رئيسات الأقاليم ورئيسات الأقسام بالمرأة أنه تم تشجيع العمل على تنمية القيم والحفاظ عليها وتنظيم المرأة من حيث النوع والكم، وزيادة دور المرأة في الاقتصاد وتنمية القدرات المهنية ورفع الوعي والقضاء على الممارسات الضارة. وتوصلت المشاركات إلى إجماع على العمل على جعل برامج التوعية والتنظيم نوعية وفعالة في النصف الثاني، والعمل بشكل متكامل في تنفيذ البرامج التي لم يتم تنفيذها. في الختام، أوضح الاجتماع إدخال برامج شهرية تشمل الخطط المستقبلية، إعداد وبث برامج إخبارية مرضية ومؤثرة، وتقديم برامج شهرية للتعريف بشكل أفضل ببرامج وأنشطة المرأة للمواطنين. شهدت حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن في 17 من يوليو حفل تخريج 130 موظفا من المؤسسات والجمعيات
تدربوا لفترة 4 أشهر على التدريب على لغة الإشارة. وفي مناسبة التخريج قال رئيس الجمعية الوطنية لفرع الصم بإقليم عنسبة الأستاذ دجان زرع قادر أن التدريب كان استمرارا لتدريبات مماثلة يتم تقديمها في مختلف المجالات، ذاكرا أهميتها السائدة في تقليل مشاكل الصم والتفاهم مع المواطنين. وحث رئيس مكتب الشؤون الدينية بإقليم عنسبة السيد محمد علي سعد المتدربين على الحرص على مساعدة الصم لأن التدريب مهم للغاية. وأشاد رئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولدن كايل سالي بالاهتمام والمبادرة التي يبديها المواطنين لتعلم لغة الإشارة. وقام فرع عنسبة للجمعية الوطنية للصم بتدريب 450 مواطنا على لغة الإشارة في 9 فترات حتى الآن. كرم مكتب التعليم في شمال شرق أسمرة 80 معلما متميزا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقال رئيس المكتب الأستاذ تيدروس أبراهام في الحفل الذي يقام في 22 من يوليو أن 48% من الحاصلين على الجوائز هن معلمات، مشيرا إلى أن 40% من عملية التصويت أوكلت للطلاب إضافة إلى المشرفين والمعلمين. وتم منح كل فائز 2000 نغفة ليصبح المجموع 16,000 نغفة. وقال رئيس فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتكابر أن الجوائز ستساهم في الجهود المبذولة لتحسين عملية التعلم. وقال المعلمون الذين حصلوا على الجوائز لوكالة الأنباء أن الجوائز تشجعهم وسيعملون بتفان لتأهيل وتدريب المواطنين المتميزين. ويضم مكتب التعليم بمديرية الشمال الشرقي 15 روضة أطفال و6 مدارس ابتدائية و5 مدارس إعدادية و3 ثانويات. فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قتل 11 شخصا على الأقل في هجوم شنهم مقاتلون من حركة M23 المتمردة على بلدة في شرق الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأكد مسؤولون في بلدية بوكومبو هوياتهم مؤكدين صعود 11 قتيلا في الهجوم، ومشيرين في الوقت نفسه أن جثث القتلى عثر عليها بعد انسحاب مقاتلي M23 من البلدة. ومنذ تجدد التمرد تقول كينشاسا أن رواندا تسلح الحركة وتقاتل إلى جانبها في اتهامات أكدها خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي. بدأت أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية مناورات حربية تستمر الأسبوعين بمشاركة قوات يزيد قوامها على 30,000 جندي ومشاركين من 11 دولة أخرى في استعراض للقوى والوحدة. وتجري التدريبات التي تقام تحت شعار تاليسمان سيبر العسكرية المشتركة كل عامين، وأجريت لأول مرة في عام 2005، وستكون تدريبات هذا العام الأكبر حتى الآن. وستقام التدريبات في مناطق مختلفة في أنحاء أستراليا، وستشمل محاكاة لعمليات قتالية برية وجوية فضلا عن عمليات إنزال برمائية. وسيشهد هذا العام مشاركة ألمانيا لأول مرة في المناورات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له أن الغرب يشعر بخيبة أمل من نتائج الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية. وقال بوتين مستخدما الاسم الروسي لعاصمة أوكرانيا خلال جزء متلفز من اجتماع لمجلس الأمن الروسي أنه من الواضح أن الداعمين الغربيين لنظام كييف يشعرون بخيبة أمل واضحة من نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد، مؤكدا أنه لم يأتي بأي نتائج. وأضاف الرئيس الروسي أن الغرب بأسره يرى أن معداتهم الفاخرة تحترق تماما، بل أن المعدات السوفيتية تتفوق عليها في بعض النواحي.
ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. كلية العلوم في ماي نفح تخرج دفعة جديدة من طلابها. المجلس التنفيذي للمرأة يقيم أنشطة النصف الأول. تقييم المعلمين في الإقليم الأوسط. مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم شرقي الكونغو الديمقراطية. انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا وأمريكا. بوتين يشير إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد لم يسفر عن أي نتائج. في أمان الله وحفظه.